عمرك سألت نفسك ليه نسب الطلاق وفشل العلاقات ضربت في السقف؟ في العالم كله وفي مصر الأرقام بقت مرعبة وتخض. ليه البيوت ما بقتش بتعمر أكتر من كام شهر والفركشة بقت أسهل من شرب المية؟ السبب ببساطة هو The Rubber Glitch. احنا ما بقاش حد فينا بيتجوز بني آدم يعيش معاه، احنا بقينا بننزل نشتري صفقات. الشباب بقوا بيدوروا على البونبوناية، القالب والشكل، القوام، المظهر، لون العينين، طريقة اللبس اللي بيتمنظر بيها قدام أصحابه. والبنات بقوا داخلين بالآلة الحاسبة، بتقبض كام؟ عندك شقة؟ يا ترى فين مكانها؟ عربيتك ماركتها ايه؟ احنا للأسف شلنا كلمة إنسان من المعادلة وحولنا أسمى علاقة في الكون لصفقة تجارية. البنت ما بقتش بتدور على الراجل اللي شخصيته محترمة أو سلوكه مقبول، والراجل ما بقاش يشوف الجوهر. والنتيجة أول ما البونبوناية بتدوب والفلوس بتمر بمطب، المركب بتغرق في محكمة الأسرة. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من لاف جليتش، مشاكل الحب. معاكم أسامة سيد الأهل. بنناقش جليتش النهاردة، وهو الخلل اللي بيحصل في مرحلة الاختيار The Rubber Glitch. هو ببساطة هو غلاف الكتاب اللي شدك لونه والصورة اللي عليه، لكن محتواه ورق فاضي، أو أسوأ من كده، ممكن تكون معلوماته ومضمونه فاسد ويضرك ويدمر حياتك. لما الاختيار من الأول بيكون قائم على المصلحة أو المظهر، يبقى احنا بنكتب شهادة وفاة العلاقة بإيدينا. خليني أصارحك يا ست البنات، لو فاكرة انك لما تعرفي خطيبك انك أستاذة في الطبيخ وتعملي انك شاطرة في دور ست البيت، انك كده بتثبتيله انك تصلحي كزوجة، فانت مخدوعة، لان الطبخ والتنظيف دي مهارات حياتية عادية. لو عايشة لوحدك هتعمليها عشان تاكلي وتعيشي. مهارة الطبخ مش هي اللي بتعمل زوجة صالحة. ونفس الكلام ليك يا سيدي الناس. أصدمك وأقولك، لو فاكر ان جدارتك كزوج واقفة على المحفظة، وانك تمول رفاهية خطيبتك بالكامل وتدفع لها في الفسح والهدايا عشان تبان جاهز وماديا مسيطر، فانتوا من الاتنين للأسف سطحيين. الجواز مش مهارة طبخ ولا محفظة فلوس، دي عوامل مساعدة، لكن الجواز شخصية وجوهر وأصل محترم وأخلاق. ما تحكمش على الكتاب من غلافه. لو سألت أي راجل متجوز بقاله سنين وبيحب مراته وبيتهم عمران بالحب والمودة، وقلت له انت عرفت منين ان دي الست اللي هتشيل اسمك وعايز تكمل معاها حياتك، هيقولك انا لما قعدت معاها حسيت بالاستقرار والسكينة. السر مش في شكلها ولا لبسها. عارف ليه؟ لان الراجل بفطرته لقط شخصيتها وتجسيدها لفطرتها، لقط اللين والاحتواء والتربية اللي بجد، اللي بتخاف ربنا، دي اللي بتخليه ياخد قرار الزواج في ثواني. الراجل الذكي بيشتري الجوهر اللي هيعيش معاه لما الأيام تضلم والمشاكل تيجي، مش بيشتري بونبوناية شكلها حلو وخلاص. البيوت اللي بتعيش هي البيوت المرنة اللي قايمة على التكامل، مش دفاتر حسابات وقوانين جامدة. مفيش حاجة اسمها الست في المطبخ والراجل برا البيت وبس. مش قايمة على خناقة مين اللي مسيطر ومين مواصفاته أحسن. عادي جدا على فكرة بتلاقي زوج بيحب الطبخ ويطبخ لمراته وبيته بحب، وفي أمثلة من كده كتير قوي في حياتنا، وهي بتشيله في عينيها وبتساعده وبتحتويه في تفاصيل حياته الكتير. نصيحة، لما تدوري على راجل ما تدوريش على الباكج المادية، دوري على اللي شخصيته محترمة، الراجل السوي اللي بيسعى ورا ربنا ويتقي ربنا في بنات الناس. وانت لما تدور على البنت ما تدورش على قالب شكله حلو متفصل على تيك توك وانستا. دور على البنت اللي بتطور من أخلاقها ونفسيتها وسلوكها وتحافظ على سمعتك واسمك. المظاهر بتبوش مع أول مطب في الحياة، والفلوس بتروح وتيجي، لكن الشخصية المحترمة والجوهر هم اللي بيعيشوا، وهم اللي هيسندوكم في الأيام الصعبة ويحموا بيوتكم من شبح الطلاق.
شاركوني آرائكم وقصصكم بمنتهى الصراحة. هل شايفين مشكلة الغلاف واختيار المظاهر هو السبب في خراب البيوت اليومين دول؟ اكتبولي في الكومنتس، وتابعونا على كل المنصات: سبوتيفاي وأنغامي، يوتيوب وفيسبوك وإنستا وتيك توك، عشان لسه في جليتشات كتير هنناقشها أقوى من كده بكتير. سلام.